بالأمس وبالأمس فقط اعتمد هذا المجلس، مجلس الأمن الأممي، قراراً أممياً جديداً حول القضية الفلسطينية، أو بالأحرى حول الأوضاع في غزة، وهو القرار الذي بادرت بتقديمه الولايات المتحدة الأمريكية بهدف اعتماد ما سمي بخطة السلام في غزة. وقد صوتت الجزائر لصالح هذا القرار اعتدادا بجملة من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة أولا بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، ثم ثانيا بالخلفيات الكامنة وراءه، ثم ثالثا وأخيرا بمواقف أبرز الفواعل الإقليمية إزاءه. أولا، وفيما يتعلق بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، فهي تندرج أساساً في إطار ما يمكن تسميته بالأولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة، أو أولويات ما بعد العدوان على غزة، وهي أولويات رباعية الأبعاد. بعدها الأول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعدها الثاني توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،